ودنك منين يا جحا؟ ده مثل معروف وكلنا دايما بنقوله، بس حد يعرف اصل حكايته ايه؟ انا شيرين عماد ومعاكم النهارده في حلقه جديده من حلقات بودكاست مدارس اجيال المستقبل. ويلا بينا نتعرف على شويه امثال شعبيه. في احدى المرات قام شخص ما بسؤال جحا عن اذنه، فاشار بيده اليمنى من فوق راسه الى اذنه اليسرى، متخطيا بذلك اذنه اليمنى الاقرب اليه، فاختار الطريق الصعب وذلك لسوء تقديره. ودنك منين يا جحا؟ وفي حدوتة تانية وفي قصة تانية كان هناك أخوان، أحدهما غني والآخر فقير، فأراد الغني أن يعطي مالا للفقير دون أن يحرجه، فألقى سرة من النقود في طريقه، وانتظر حتى يخبره أحد بالعثور على سرة النقود. ولكن أخاه في هذا اليوم أراد أن يأتي وهو مغمضا عينيه، ثم قال: المدعوس مدعوس ولو علقوا على راسه فانوس. وفي ناحية تانية ومثل تاني قام جحا بدعوة جيرانه ليطعمهم من لحم ثوره، ثم طلب منهم أن يجلسوا في صف منتظم، ثم مر بجانب الشيخ وقال أنه لن يتمكن من هضم لحم الثور، ثم مر بجانب المريض وقال أن هذا سيزيد من مرضه وبسبب الدهون الموجودة به، ومر بجانب الشاب وقال أنه يمكن أن ينتظر حتى يطعم الفقراء جميعهم ثم يأكل، ثم طلب من الجميع الانصراف وقال ضاحكا: جحا أولى بلحم توره. وآخر مثل معانا النهاردة هي كوسة، والقصة بترجع لعصر المماليك حين كانت تقفل أبواب المدينة ليلا حتى لا يسمح لأحد بالدخول، ولكن كان هناك استثناء لبائعي الكوسة، لأن الكوسة من الخضروات سريعة التلف. فصاح أحد التجار وقال: ما هي كوسة. وفي نهاية حلقتنا حبينا أننا نتعرف ولو على جزء صغير من تراثنا وعاداتنا من الأمثلة الشعبية، ونتقابل في حلقة جديدة وفي أمثلة شعبية جديدة. ولكن حب عليكم في نهاية الختام إن احنا نشوف لو هنعرف المثل، ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات. اللي ما يعرفش يقول اللي على راسه. باي باي.